جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في حلقه جديده من الرياضه والتغذيه. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف تماما، زي ما عودتكم ان انا دايما بتكلم معاكم في برنامج عن حاجات مش الناس كلها بتتكلم فيها او مش ناس كتير تعرفها. فخلينا نتكلم النهارده ونسال نفسنا سؤال: هل كل البكتيريا اللي في الدنيا بكتيريا ضاره؟ هل كل البكتيريا اللي في جسمي بكتيريا ضاره؟ طيب، ايه اضرار ان البكتيريا الضاره تزيد في جسمي؟ وهل في بكتيريا نافعه؟ طب البكتيريا النافعه دي لو زودتها ايه اللي يحصل؟ لو قللتها ايه اللي يحصل؟ ده موضوع حلقتنا النهارده، وهنتكلم فيه مع بعض باستفاضه. اولا، في حاجه اسمها بكتيريا نافعه اللي هي اسمها بروبيوتكس. اكيد وانت بتعمل دايت او انت عايز تخس سمعت الكلمه دي او سمعت الاسم ده. البكتيريا النافعه دي لو قلت في جسمك، لو بقت مش موجوده او بقت موجوده بنسبه قليله، هيحصل لك كوارث في جسمك: ارتجاع مريء، انتفاخات، غازات، اسهال او امساك مزمن. هتعمل لك مشاكل كتير جدا جدا في بطنك، ممكن تعمل لك وجع في بطنك مستمر، انتفاخات في بطنك مستمره، مش عارف تاخد نفسك، بعد كل اكله بتحس بتعب كده كأن انت عندك عسر هضم. كل الحاجات دي اعراض ان البروبيوتكس مش موجوده في جسمك، ان البروبيوتكس قليله في جسمك. البروبيوتكس دي البكتيريا النافعه اللي موجوده في جدار المعده بتاعتك. طيب، هل ينفع ان انا ازودها؟ ينفع ان انا ازودها. ينفع ان انا ازودها باكلات معينه زي مثلا الزبادي، او يمكن اشهرهم الزبادي. خلينا نتكلم في الزبادي، او خليك مثلا يمكن اسرع وامن طريقه تزودها بيه هو الزبادي. ولكن في حاجه معينه لازم تاخد بالك منها: احنا لو اكلنا حاجات فاست فود او اكلنا حاجات بكميه كبيره ضاره، الحاجات دي هتاثر كتير جدا على البروبايوتكس، هتخلي البروبايوتكس ما تمسكش في مكانها. البروبايوتكس دي بتبقى ماسكه في جدار المعده. لو انت اكلت اكل ضار فيه بكتيريا غير نافعه، البكتيريا الغير نافعه دي بتاثر على البكتيريا النافعه، بتبقى اكتر منها، فبتنزل من على جدار المعده دي او ما بتبقاش ماسكه في جدار المعده كويس، فبالتالي البروبايوتكس بتبقى اقل من البكتيريا الضاره. البكتيريا الضاره دي هتعمل لك مشاكل كتير في جسمك لو زادت المشاكل اللي احنا قلنا عليها في اول الحلقه. يبقى انا لازم ادخل في نظامي الغذائي حاجات بتساعد على البروبايوتكس زي لبن الرايب، الزبادي. لو بقى الموضوع اللي انا بقول لك عليه او الاعراض اللي انا قلت لك عليها في اول الحلقه دي حسيت ان هي مستمره معاك وحسيت ان هي كبيره معاك، زي مثلا الانتفاخات المستمره، الغازات، تحس ان بطنك وجعاك، تحس ان انت مش عارف تتنفس كويس بسبب بطنك، طول الوقت حاسس بكركبه في بطنك، حاسس ان انت في حاجات مش مظبوطه، هتروح تكشف. ولو ما عندكش مشاكل في القولون، يبقى انت عندك مشاكل في البروبايوتكس، وليها ادويه وليها علاجات. ولكن احنا ممكن نامن نفسنا واحنا بنعمل دايت ان احنا ناخد البروبايوتكس دي بشكل كويس. غير كده، ان البروبايوتكس دي لما تزيد في جسمك بتساعد على الهضم، فبالتالي بتساعد ان جسمك يمتص الاكل بشكل كويس، يعني جسمك يمتص البروتين بشكل كويس، يمتص الدهون بشكل كويس، فبالتالي هيأثر على النظام الغذائي والتمثيل الغذائي بتاعك. فالبروبايوتكس دي حاجة انت لازم تاخد بالك منها، ونقطة انت لازم تلتفت لها وتفهمها وانت بتعمل دايت او انت ما بتعملش دايت. لو انت ام وعندك اطفال، الاطفال دول دايما بيشتكوا من وجع في بطنهم، دايما بياكلوا اكل من الشارع، عندهم مشاكل، دايما عنده ارتجاع مريء، ما بينامش كويس، لازم ندور على بروبايوتكس. هل هو بيشرب لبن رايب؟ هل انا باكله زبادي؟ طبعا انا بتكلم على زبادي اللي مش مضاف ليها اي نوع من انواع السكر، وبتكلم على لبن ما فيش فيه اي اضافات محلاه. انا بتكلم على لبن رايب ساده او زبادي، دول اللي بيكون فيهم بروبايوتكس. فلازم تركز قوي 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 على الموضوع ده، وكويس جدا ان انت فهمته عشان تبتدي تطبقه في كل حاجه بتعملها. لو انت دلوقتي عندك الاعراض دي ورحت شربت لبن رايب باستمرار لمده 3 ايام، والاعراض دي بدات تختفي من عندك، يبقى انت بدات تزود البروبايوتكس في جسمك، فدي حاجه كويسه جدا. خلاص كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه تخص البروبايوتكس. خلينا بقى نخش على موضوع تاني فيه شويه اثاره جدل. عمرك فكرت الدهون لما بتتحرق بتروح فين؟ عمرك كمشاهد كده مثلا قعدت تخيلت مع نفسك انا لما بحرق الدهون دي بوديها فين، او جسمي بيستخدمها ازاي، او بتطلع في شكل ايه؟ خلينا نتكلم مع بعض بالراحة ان الدهون دي هي مصدر الطاقة بتاعة جسمك. فجسمك لما بيجي يحرق دهون بيحرقها عشان يستخدمها في الطاقة كوقود. انت مثلا عندك عربية، لما بتحرق البنزين اللي موجود في العربية ده بيطلع فين؟ هي نفس الفكرة بالظبط. انت دلوقتي جسمك فيه نظم انتاج طاقة، او في ليه منظومات لانتاج الطاقة، من ضمنهم جزئية الدهون دي. طيب، انا لما باجي احرق الدهون اللي موجودة في جسمي بتطلع مني مش هتتخيل على شكل نفس، ثاني اكسيد الكربون.
لما الدهون تتحرق جوه جسمي بتطلع مني على هيئة ثاني أكسيد الكربون. 85% من الدهون دي بتطلع منك عن طريق التنفس، وال15% التانيين بيخرجوا عن طريق الإخراج والعرق. طب يعني إيه عن طريق التنفس؟ أنا دلوقتي بتمرن تمرينات، خلينا نتكلم مثلا في تمرين كارديو طويل المدى. أنا بلعب مثلا على المشاية، فقعدت على المشاية لمدة نص ساعة بسرعة متوسطة أنا بمد فيها، أو أنا ماشي في الشارع بمد بسرعة عالية شوية، مش ماشي بالراحة، لا بمد بسرعة عالية شوية. الطريقة دي بتخلي جسمك يستخدم الأكسجين في حرق الدهون. الجسم بيستخدم الأكسجين في حرق الدهون. الجسم لما بيستخدم الأكسجين في حرق الدهون لما بتتحرق بتنتج كربون، فده بيطلع عن طريق ثاني أكسيد الكربون في التنفس وانت ماشي، خصوصا في الحاجات اللي انت بتعملها لو انت ماشي لمدة كبيرة. يعني انت مثلا دلوقتي ماشي لمسافة كبيرة او بتمد اكتر من نص ساعة او ساعة الا ربع، فجسمك بيبتدي ياخد من مخزون الدهون اللي موجود في جسمك ويبتدي يطلعه. اول حاجة جسمك بيحرق منها من اول 10 دقايق، مثلا لو انت خدت نشاط بدني مستمر زي ما احنا بنتكلم لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع، سواء مشي او هرولة او عجلة او اي حاجة، نشاط انت بتعمله ب70% مثلا من طاقتك، جسمك اول حاجة بياخد من مخازن الجلايكوجين، وبعد كده بيبتدي يخش على مخازن الدهون. فانت لما تيجي تتحرك وتمشي لمسافة كبيرة كده انت بتحرق من مخزون الدهون اللي موجود في جسمك. طب يا كابتن الكارديو بقى والحاجات اللي انا بعملها سريعة دي، لو انا بجري في مكاني مثلا بنط الحبل بعمل حاجه سريعه جدا جدا جدا، ده بياخد من مخزون السكر اللي انت اكلته. يعني معاك مثلا لحد 24 ساعه، مخزون السكر اللي انت اكلته في خلال 24 ساعه ده الجسم بيحرق منه، لكن مش بيحرق من مخزون الدهون في الكارديو السريع. وخد بالك كويس قوي من الحته دي. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح، نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. نرجع بقى في الموضوع بتاعنا تاني. الدهون لما بتتحرق وبتطلع عن طريق ثاني أكسيد الكربون، ليه ما اجيبش مثلا بالونة واقعد انفخ فيها؟ ما هو خلاص، ما هو النفس هو اللي بيطلع الدهون، صح؟ مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ لا، الدهون بتتحرق وبتطلع عن طريق النفس، مش النفس هو اللي بيحرق الدهون. لان السؤال ده انا بتساله كتير قوي كل ما اجي افهم حد القصه دي. النفس مش هو اللي بيحرق الدهون، لا بالعكس، ده الدهون هي اللي بتتحرق في جسمك فبينتج عنها ثاني اكسيد الكربون. كده انت فهمت الفرق ما بين ان انا احرق دهون بالمشي مثلا، او بالمشي لمسافات طويله، او بكارديو بطيء، وان انا احرق دهون بالكارديو السريع زي الهيت كارديو. والكارديو السريع ده زيه زي المقاومه. طيب خلينا بقى اخدك في قصه تانية خالص من الموضوع ده اللي انا اصلا بشرحه لك عشان الموضوع ده، عشان تفهم الفكره. هل الصح ان انا بعد تمرينات المقاومه العب كارديو، ولا العب الكارديو قبل تمرينات المقاومه؟ بالتبعية بالطريقة اللي أنا حكيت لك فيها دي كده أنت هتفهم أنا عايز أقول لك إيه. خلينا نفهم إن الكارديو السريع زيه زي تمرينات المقاومة في ميكانيزم حرق الدهون. يعني الكارديو السريع والمقاومة بيحرقوا من سكر الدم اللي متخزن في الدم في خلال النهاردة وامبارح، اللي هو في خلال 24 ساعة. طيب يعني إيه بقى؟ يعني أنا لو عايز أخس هتمرن كارديو وبعدها أطلع على المشاية، ومش هجري بسرعة، همشي على المشاية بسرعة متوسطة لوقت كبير، كده جسمك يحرق من الدهون. يعني انا اخلص تمرين الحديد بتاعي واشيل فيه جامد، وبعد ما اخلص تمرين الحديد واشيل فيه جامد اطلع على المشاية لمدة مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع، امشي عليها بسرعة متوسطة 6 ونص، المسافة دي كلها وانت بقى بتتنفس كويس وبتطلع الاكسجين من جسمك، ثاني اكسيد الكربون من جسمك بشكل كويس، عشان توصل لحاجة كويسة، عشان توصل لنتيجة كويسة. طيب انا بقى لو مش عايز ان انا اخس وعايز ابني كتلة عضلية، يبقى انا العب الكارديو امتى؟ قبل التمرين، والعبه بشدة عالية، العبه بسرعة، اللي هو كارديو سريع، عشان جسمي ما يلحقش ياخد من مخزون الدهون، وما يلحقش ان هو يخش على العضلات والكلام ده، فهياخد من مخزون السكر اللي موجود في خلال يومي، وجسمي يسخن واخش على التمرين بتاعي وابتدي ان انا اتمرن في الحديد. خليك عارف كويس قوي ان تمرين الحديد وتمرين الكارديو بينتج عنهم حاجة اسمها لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده هو العادم بتاع الحرق اللي بيحصل جوه جسمك. مش احنا اتفقنا ان في جسمك ميكانيزم حرق، جسمك بيحرق الدهون، لما بيحرقها بيطلع منها زي عوادم كده، زي عوادم السيارات، اسمها لاكتيك اسيدز. اللاكتيك اسيدز دي لما بتتخزن في جسمك، لما بعد الحرق لما بتتخزن في جسمك وتطلع، بتعمل في جسمك زي شد عضلي كده او حرقان انت بتحس بيه باستمرار. ده اللي بيحصل لنا بعد الجيم. طب هل هو مضر ولا لا؟
هو مش مضر خالص، بالعكس ده هو مفيد جدا وجسمك بيستفيد منه، وجسمك بعد كده بياخده ويحوله جلوكوز وبيستخدمه تاني. بس الفكره كلها ان انت خليك فاهم ان اللاكتيك اسيد ده معناه ان انت ضغطت على نفسك في حته الكارديو او ضغطت على نفسك في حته التمرين. فما تقلقش من اي شد عضلي يجي لك، اي حرقان، بس لو الموضوع زاد عن حده. يعني انا دلوقتي رجلي بتوجعني، الوجع ده لو هو شد عضلي مش هحس باي وجع لو انا دوست على رجلي، لو انا خبطت عليها دوست بايدي عليها كده. لكن لو انا دوست على رجلي وبدات احس ان في وجع جامد او في حاجه، يبقى انت كده ممكن يكون عندك تمزقات في الاربطه، عندك مشاكل في الاربطه، التهابات، مش عارف ايه. فحاول تشوف الموضوع ده. الشد العضلي اخره من 48 ساعه ل 72 ساعه. حسيت بزياده عن كده يبقى انت عندك مشكله، لان في ناس بتخش الجيم تشيل كتير جدا 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 في اول كام يوم ليها، فيحصل لهم مشاكل في جسمهم، يحصل له مشاكل في الاربطه، يحصل له مشاكل في الاوتار، يحصل له مشاكل في عضله معينه مثلا، مزق او حاجه. فهو ما بيعرفش يفرق ما بين الحاجتين دول، بيخلط الامر اذا كان ده شد ليه علاقه بالتمرين ولا حاجه حصلت له او اصابه حصلت له. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح، نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. هل أنا أقدر آكل كل اللي أنا عايزه في حدود سعراتي؟ هل أنا أقدر إن أنا دلوقتي مثلا ليا 1000 سعر حراري في اليوم أكلهم كلهم مولتو وشيبسي وكده هخس؟ هتخس يا معلم، بس هيحصل لك ترهلات وهيحصل لك مشاكل كتير جدا جدا في جسمك، هيجي لك أمراض وهيحصل لك بلاوي. أنا لو كلت أقل من احتياجي للسعرات هخس بشكل مباشر. لو عايز الإجابة في أو لأ، هخس. بس التوابع بقى، ايه اللي هيحصل؟ انا بدخل جسمي دلوقتي سعرات فاضيه، مش بدخل جسمي حاجه فيها بروتين مثلا، فيها دهون صحيه، فيها كربوهيدرات. انت بتدخل جسمك سعرات فاضيه، بتدخل مولتو، شيبسي، اندومي، مش عارف ايه، حاجات ولا بتفيد جسمك. فانت هتخس، بس بعد ما تخس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لك ضعف في العضلات، هيحصل لك مقاومه انسولين. مقاومه انسولين دي يعني سكر. هيحصل لك ترهلات في جلدك، هيحصل لك ستريتش ماركس، هيحصل لك ضعف وهزلان، تحس ان انت تعبان مش قادر تعمل حاجة. فدايت السعرات بس، ان انا اعتمد على السعرات بس في يومي، او هي تكون المقياس في يومي للحاجة اللي انا بعملها، ده اخطر حاجة انت ممكن تعملها، واكتر حاجة فيها مشكلة انت ممكن تعملها. دايت السعرات بس ده هو خطر جدا. ركز بقى معايا في حتة هو خطر ليه. يعني هو خطر لان انا مش بهتم بالكواليتي. لو انا خدت في حدود السعرات اللي مكتوبة لي دي الكواليتي بتاعتي، واخدت جزء من سعراتي في حاجة انا بلخبط فيها، هل ده صح ولا غلط؟ بص، لو انت ناوي تستمر على الدايت لمدة كبيرة، يعني خلاص انت قررت ان انت تستمر على الدايت وهدفك مش هدف قريب، يعني مش عايز مثلا بعد شهرين او 3 شهور تخس وعندك مناسبة مهمة او عندك حاجة مهمة، انت ممكن تعمل كده. ممكن تمشي الدايت بتاعك 80 20، تاكل اللي انت عايزه، الاكل الصحي مثلا على مدار اليوم، ومن ضمن الاكل الصحي تاكل اللي انت عايزه. انت مثلا في حاجه معينه مش قادر تستغنى عنها، هي دي اللي بتبوظ لك الدايت، خلاص لا، دخلها في الدايت بكميه صغيره. مش لازم تاكل باكو الشوكولاته كله زي ما اتفقنا، ممكن تاكل قطعه صغيره، مش عارف ايه. لو انت عملت كده هتقدر تستمر اكبر مده ممكنه. لكن لو انت عندك تارجت، لو انت عندك هدف عايز تعمله، لو انت عندك حاجه عايز تعملها قريبه مثلا مناسبه او اي حاجه، ممكن ان انت تمشي على نظام الدايت بتاعك وتاخد سعراتك كلها كامله بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه. هتاخد سعراتك كلها فيها كواليتي عالي جدا. كواليتي عالي يعني ايه؟ يعني هتاخد بروتين عالي وكرب متوسط ودهون صحية. ضروري جدا 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 ان انت تدخل ال3 عناصر دول في يومك. لو حاجة من ال3 عناصر دول قلت او حاجة من ال3 عناصر دول مش موجودة، انت كده بتضر نفسك بشكل كبير جدا. فدايت السعرات اكس كبيرة جدا جدا جدا، واوعى تفكر التفكير ده واوعى تعمله، وحتى ما تسألش حد فيه. خلاص يعني اسمع الكلام ده وما ترجعش وراك. تعال اخدك بقى في سؤال دايما بيتسأل لي كده، ورحلة في الألعاب اللي انت ممكن تلعبها غير الجيم لو حد ما بيحبش الجيم. لأن في كتير جدا من الشباب بيسألني أنا ممكن أعمل إيه غير الجيم. انت ممكن تعمل حاجات كتير جدا جدا جدا، وخلينا نتكلم عن الفنون القتالية، لأن الفنون القتالية دلوقتي حاسس إن الشباب كلها بدأت تتجه للموضوع ده. الفنون القتالية في 4 ألعاب أساسية موجودين على الساحة ومكسرين الدنيا: الكيك بوكس والمواي تاي والكونغ فو والام ام اي.
طبعا اكتر حاجة بتسأل عليها واكتر حاجة هي دايرة في الموضوع كله هي الام ام اي، الميكس مارشال ارتس. اللي ما يعرفش الام ام اي، انت ممكن تسمع عنها بطريقة تانية عن اتحاد اسمه اليو اف سي، اللي هي بيبقوا في قفص والماتش بيخلص يا اما بوينتس يا اما استسلام يا اما ضربة قاضية. دي تعتبر متربعة على عرش الفنون القتالية، هي أكبر حاجة وأقوى حاجة موجودة حاليا في الفنون القتالية. ليه؟ لأن ال MMA هي شاملة كل الألعاب القتالية، هي أقوى حاجة فيهم. فخلينا نتكلم يعني إيه MMA وليه أنا هختارها بعيدا عن أي حاجة تانية. أول حاجة، ال MMA دي هي مزيج ما بين فنون قتالية مختلطة، بناخد فيها بوكس، تايكوندو، جودو، مصارعة روماني، مصارعة حرة، وبتلعب تحت جيجيتسو. الفرق بينها وبين الألعاب القتالية التانية إن هي فيها فرايتي كتير جدا ومش متقيد، اللاعب فيها مش متقيد. يعني لو هنتكلم مثلا عن لعبة زي كونغ فو مثلا، هنتكلم على الجزء الخاص بالساندة. الكونغ فو هو بيبقى عبارة عن ناس بيلعبوا ضد بعض، بس أول ما يقع على الأرض بيسيبوا، تحس إن فيها رحمة شوية، يعني خلاص هو وقع على الأرض هتعملوا إيه تاني؟ لكن في الام اي هو وقع على الأرض، انزل كمل عليه انزل اضربه تحت. فده الفرق مثلا بين الكونغ فو والام ام اي. الكونغ فو بيلبس أوقية، يعني بيلبس حاجة اسمها هوجو هنا بيحمي بيها، بيلبس شنكار بيحمي ركبته، بيلبس هيد جارد أحيانا. لكن في الام ام اي مفيش أي حاجة، أنت بتلبس الجلافزات والشورت وتخش بقى أنت واللي قدامك أسدين في قفص واحد، واحد بس اللي هيطلع. الكيك بوكس إلى حد ما مأمنة اللاعب بتاعها، برضو بيلبس ساعات أوقية مثلا شنكار مش عارف هيد جارد، مش بيلبس هوجو في الكيك بوكس. المواي تاي هي تعتبر أقرب حاجة للام ام اي لأن فيها ضربات كوع وضربات ركبة، والماي تاي هي لعبة عنيفة جدا. فأنا هقول لك أنت مثلا لو عايز حاجة تتعلمها تدافع بيها عن نفسك وفي نفس الوقت تخش بطولات أمان تأمن نفسك فيها، ما يكونش بطولات عنيفة زيادة عن اللزوم، ما يحصلكش إصابة جامدة، ما يحصلكش مصيبة مثلا في البطولة، فخليك في الكونغ فو ساندا. ولكن أنت لو حد قلبك جامد وشرس وعايز بقى تخش تضرب شارع كامل لوحدك، فخليك في الام ام اي، لأن الام ام اي تعتبر أعنف لعبة موجودة دلوقتي. اللي الناس ما تعرفوش عني إن أنا مدرب ام ام اي بقالي أكتر من 18 سنة، فأنا هقدر أفيدك كويس قوي في الحتة دي وأفهمك كويس قوي يعني ايه ام ام اي. غير ان احنا عرفنا ان الام ام اي فيها مزيج من الفنون القتاليه، فهي بتبني مقاتل واقف على ارض صلبه، واحد نفسه طويل، بنيته الجسديه قويه جدا، لاعب متكامل بمعنى الكلمه. اولا بيعرف يتنفس كويس، ثانيا بيعرف يتحرك كويس، ثالثا بيعرف يتحكم في طاقته لان ماتش الام ام اي طويل جدا. وغير ان حركات الجوجيتسو بتحتاج واحد فيه شد وجذب، فالام ام اي تعتبر لعبة قوية جدا جدا جدا، لازم عشان تلعبها تكون حد مستبيع بايع حياتك بمعنى اصح. ولكن انت لو اتعلمت الام ام اي، انت مش بس هتضرب شارع، انت هتضرب اي حد ممكن يتعرض لك في اي حتة، انت هتعرف تدافع عن نفسك كويس، انت هتبقى بطل بالمعنى الحرفي، انت هتبقى عايش في جسم قوي جدا، تعتبر آلة مقاتلة، تعتبر دبابة بمعنى أصح. اللي بيلعب ام ايه ده ما بيكونش لاعب هين، ما بيكونش واحد هين في الشارع، ما بيكونش واحد هين جوه القفص، ما بيكونش واحد هين جوه البطولات. غير ان لاعب الام ام ايه ممكن يخش اللاعب كيك بوكس ويكسب، يخش اللاعب مواي تاي ويكسبه، لان الحاجات دي جزء من الام ام اي. لو هنتكلم على الكيك بوكس، مواي تاي، كونغ فو ساندا، التايكوندو، البوكس، الحاجات دي كلها اجزاء من لعبة الام ام اي. فلاعب الام ام اي يعرف حاجات اكتر منك ويعرف لعبتك، يعني انا اعرف لعبتك كاملة واعرف حاجات كمان معلومات زياده عنها. فلاعب الام ام اي هو اقوى واحد في الالعاب القتاليه، ويمكن هو المتربع على عرشهم. فلو انت هتسالني في الفنون القتاليه انا ممكن العب ايه، فخليك طبعا في الام ام اي بلا منازع. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح، نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. طيب لو أنت مش عايز تتعلم حاجة ليها علاقة بالفنون القتالية أو حاجة ليها علاقة بالعنف ده، أو أنت مالكش دعوة بيه وانت ما بتحبش الكورة، ممكن مثلا تتعلم رماية. الرماية هتعلمك ان انت تكون ادق في هدفك. وغير كده الرماية مثلا عن طريق القوس والسهم، او الرماية عن طريق المسدس، الحاجات دي هتعلمك ان انت تكون مرتكز وصلب، وتعلمك الهدوء والصبر، وتعلمك الدقة في حاجات تانية كتير غير الرياضة، لان الرياضة بتأثر عليك في حياتك اليومية.
كل اللي انت بتعمله في الرياضه بيأثر عليك او بينعكس عليك في حياتك اليوميه. يعني مثلا هنتكلم عن لاعب فنون القتاليه اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، سواء الام ام اي او الكيك بوكسنج او مثلا اي حاجه تانية، ده بيكون عنده ثبات انفعالي وهدوء في المواقف اللي بتحصل معاه، لان هو عارف ان هو عامل شبه الاله المدمره، هو مقاتل، هو عامل شبه الدبابه، فمش هيقدر ان هو في اي موقف يتعصب، لا هو بيبقى هادي جدا في المواقف التانية. طيب بالنسبه للقوس والسهم او مثلا الرمايه عن طريق المسدس او الرمايه او ايا كان اي حاجه تانية، الرماية عموما هتعلمك الصبر. طب لو هنتعلم مثلا السباحة هتحرق معاك سعرات، وفي نفس الوقت هتعلمك القوة، لأن السباحة دي عشان تعوم مسافات طويلة هتطول نفسك وهتديك قوة في المية. طيب لو هنتعلم مثلا حاجة زي ركوب الخيل، ركوب الخيل هتقوي عندك شخصيتك، لأن أنت عشان تتحرك بالحصان، الحصان ده مش أي حد يركب عليه يحركه، الحصان ده عايز شخصية قوية، عايز شخصية قيادية. أنت لو ركبت على الحصان وقعدت 100 سنة عشان تحركه، الحصان مش هيتحرك غير لو أنت شخصيتك قوية عليه، لو الحصان بيحس، سبحان الله، يعني ده كائن حي ربنا خلقه بيحس. آه عشان كده زمان العرب كانوا بيتباهوا بحصانتهم، كان زي العربيات كده دلوقتي، فيقول لك مثلا فلان ده الحصان بتاعه مش عارف رهيب، كأنه مثلا بيقول معاه مرسيدس مثلا. فلأن الحصان بيعرف الفارس اللي راكب عليه، بيعرف إن هو ياخد الأوردر منك. لو أنت شخصيتك جامدة فعلا على الحصان هتبقى عارف تتحكم فيه، هتبقى عارف تجري فيه. لو حصان فقدت السيطرة عليه هتعرف تسيطر عليه بصوتك، أو إن أنت تشد مثلا لجام، فهتكون قوي عليه. فعشان كده الدين بتاعنا الإسلامي دايما بيوصي على الثلاث حاجات دول، السباحة والرماية وركوب الخيل، لأن الثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا، وكل حاجة فيهم هيكون ليها تأثير عليك بشكل مختلف، خصوصا وتحديدا موضوع ركوب الخيل ده، لأنه هيبني لك شخصية قيادية قوية. ولو أنت عندك طفل وعايز تعلمه حاجة ومش عايز تعلمه حاجة ليها علاقة بالفنون القتالية أو الحاجات دي، أنا بفضل إن أنت تعلمه السباحة وركوب الخيل، لأن ركوب الخيل هيبني طفل شخصيته قوية، هيطلع راجل بمعنى أصح، هيطلع عارف ياخد قرارات، طالما بيتعامل مع كائن بالحجم ده وبيعرف يسيطر عليه، هو هيبقى شخصية قيادية كويسة جدا. فأنت الأفضل إن أنت تخلي ابنك يتجه للحاجات دي. طيب خلينا بقى نتفرع للأطفال مثلا، لأن أنا بيجي لي حد دلوقتي يقول لي أنا ابني عنده سنتين ونص أو 3 سنين، هل ينفع إن هو يلعب رياضة؟ السن ده ممتاز جدا إن إحنا نلعبه جمباز. الجمباز هيبني له جسد قوي جدا، جسد مرن جدا، يأهله لأي رياضة تانية لما يطلع هو يحبها. ولكن ما تجبرش على طفلك، يعني ما مش خلاص مش عشان ده الصح أنا هجبر عليه. افرض هو مش حابب، لو هو مش حابب الجمباز ممكن تدخله سباحة، ممكن تستنى شوية يكبر وندخله لعبة شبه الكيك بوكس مثلا اللي احنا اتفقنا عليه. ولكن ما تضغطش على طفلك وتدخله في دوامة كده تخليه طول الوقت مضغوط نفسيا وحاسس ان هو التمرين ده تجديرة بالنسبة له او حاجة مش حلوة. ولو هو راح مثلا النهاردة سباحة مثلا والسباحة ما عجبتهوش، وديه المدرب تاني، جايز المدرب طريقة تعامله معاه ضايقته، لو انت مصمم ان انت يعني تلعبه سباحه. ولكن انا افضل في الجزئيه دي او في السن ده ان هو يكون بيلعب جمباز. ونخش على فقره الاسئله، ومعانا اول سؤال من استاذ محمد عزب، وبيسالني بيقول لي هل المفروض لما انا اعمل عصير طبيعي من فاكهه طبيعيه احط عليه سكر دايت، ولا اشربه من غير اي سكر ومن غير اي اضافات؟ ما ينفعش تعمل عصير اصلا من فاكهه طبيعي، ما تعملش عصير. انت لو مثلا قدامك منجايه وكلتها هتستفيد منها، ولكن لو عملتها عصير فهي اتحولت لسكر، فشكرا، اكس كبيره جدا. ممنوع العصاير في الدايت. الافضل ان انت تاكل الفاكهه زي ما ربنا خلقها، بلاش تلعب في حاجه زي ما اتفقنا في الحلقه بتاعت الخضروات اللي ربنا خلقها. مانجا شكلها كده قطعها وكلها شكلها كده، ولا تقسمها بالنص، ولا تعمل مش عارف ايه، كل منها وهي بنفس هيئتها. الخياره طويله ما تقشرهاش خرط ولا تقطعها بالطول، كلها زي ما ربنا خلقها، قشرها وكلها عادي. فالحاجه بتتاكل زي ما ربنا خلقها، ما بتتحطش في خلاط تتعمل ولا بتتقطع ولا مش عارف ايه. فالعصاير ممنوعة. نفس الشخص محمد عزب بيسألني بيقول لي هل الشرب أثناء التمرين مفيد ولا مضر؟ لأن في إشاعة منتشرة جدا إن الشرب أثناء التمرين بيوقف حرق الدهون. هي مش حريقة أنت بتطفيها، الموضوع مش كده خالص، دي سكة ودي سكة، بالعكس ده الشرب أثناء التمرين مفيد جدا جدا جدا، وهيزود معاك حرق الدهون. تخيل أنت كل لما تشرب أكتر كل ما تزود معاك حرق الدهون. لسه في بحث معمول إن لو أنت شربت كوباية مية قبل الأكل هتزود حرق في جسمك وميتابوليزم 30%. انت متخيل يعني ايه 30%؟ يعني انت لازم قبل كل وجبة تشرب كوباية مية. فالمية مفيدة جدا زي ما اتفقنا في كل حاجة في يومك. وزي ما اتكلمنا في الحلقة بتاعت الهرمونات والمعادن والأملاح والفيتامينات، ان انت المفروض المية بتاعت الجيم دي في وقت زي اللي احنا فيه ده درجة حرارة عالية جدا، تحط عليها نص ليمونة او رشة ملح صغيرة، او لو عايز تعمل الاتنين مع بعض، ويفضل ان هو يكون ملح الهيمالايا، لان جسمك
بيفقد املاح معدنيه والكترولايتس كتير جدا 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 وانت بتتمرن، والموضوع ده هيعوض. هو نفس الشخص برضه بيسأل هل جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة. جوه كل واحد فينا نسخة أقوى أنجح نسخة لسه ما ظهرتش. الفرق بينك وبين النسخة دي قرار إن أنت تبدأ تلتزم، قرار إن أنت تغير كل حاجة. أنا محمد أشرف، مدرب معتمد، وهساعدك إن أنت توصل لهدفك بخطة تدريبية معينة، بخطة تغذية مخصوصة ليك، وهمشي معاك خطوة بخطوة أونلاين لحد ما توصل لحلمك. خلي هدفك حقيقي وابدأ الرحلة.